السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ هنا يقول: أخي الفاضل، لماذا لا نكون نتكلم بصراحة؟ وللأسف الشديد لا أحد من المشايخ أو الرقاة يجرؤ يتكلم في موضوع معين، وهو جماع الجن للمرأة وجماع الرجل للجن، علما أن بعض الأمراض ويقين تام أنه بسبب، طيب يعني قصده بسبب هذا الجماع المحرم. الحكي هذا أبدا ما هو صحيح. لا يوجد جماع بين الجن والإنس. كل من يقول أن هناك جماع بين الجن والإنس هو إنسان كذاب. فلو كان تزاوج ما بين الجن والإنس، ولو كان الجماع بين الجن قد يعني يحصل، أو يعني قد قضاه الله أن يكون، لا خبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بين لنا أنه لا يجوز، وأن إثمه كإثم من يزني بإنسية، أو الإنسية التي تزني مع إنسي. إنما الحقيقة هو يعني زي الحلم، زي الاحتلام، إحساس يخلقه هذا السحر لذلك الرجل أنه قد جامع امرأة، أو إحساس يخلقه هذا السحر للمرأة بأن يعني شخصا جامعها. أما أن عملية الجماع تتم بشكل حقيقي وكما يكون بين البشر مع بعضهم، فهذا غير صحيح. هو مجرد إحساس يخلقه هذا السحر حتى يتعب نفسيتك، لأنه أحيانا يجيك بحالة اغتصاب، أحيانا يجيك بالرجل يرى نفسه مع أمه أو مع أخته أو مع إحدى المحرمات عليه، أو المرأة ترى أباها وأخاها يعتدي عليها، هو فقط يعني لإتعابك نفسيا. فإنك تقول الجماع وجماع محرم، لا، هو نفس الاحتلام، حكمه نفس حكم الاحتلام. لا يعني مش شيء محرم صار، هو شيء إحساس أوجده هذا السحر ليؤذيك نفسيا. أما أنت فلا يد لك يعني بهذا. أنت ما اشتغلت حتى أنه يصير هالشيء هذا، لم تعمل حتى أنه تحصل على هذا الفعل، إنما هو رغما عنك، وهو إحساس، ليست عملية جماع كاملة، وليست عملية جماع حقيقية، وهم، خيال، وهم. هو يخلق لك ذلك الإحساس، أما لا يوجد جماع. أنت تحس أنه في جماع، لكن حقيقة مش جماع. الشيطان قادر يخليك تحس بأي شيء يا أخي. هذا السحر قادر على أن يخلق لك أي إحساس هو يريده. السلام عليكم. للاتصال بمراكزنا يمكنكم الحصول على رقم الهاتف عن طريق الدخول إلى البروفايل. تجدون كلمة فون في البايو، أو إرسال رسالة إلى الخاص. الإخوة من دول العالم، للحصول على علاجاتنا يمكنكم إرسال رسالة على الخاص، وسيصلكم الرد منا مرفقا بالرقم الذي تتواصلون معنا عليه، مع تمنياتنا لكم بالشفاء التام.